سادتي وسيداتي من الفضائية الإريترية، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء وأستهلها بأبرز ما فيها من عناوين. اختتام المؤتمر السنوي العشرين لشباب الجبهة الشعبية بأوروبا في أجواء حماسية. مديرية تسني تؤكد على التزامها بالسجل العقاري وحماية الملكية. دعوة للتأسيس لجهود تعزيز القدرات الشاملة للشباب من إدارات الضواحي. قصف إيراني مكثف لإسرائيل في ظل مفاوضات الفرصة الأخيرة. تحالف أوبك بلس يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال مايو. زيلنسكي في سوريا لأول مرة لتعزيز التعاون والأمن الغذائي. السلام عليكم ورحمة الله. اختتم المؤتمر السنوي العشرون لشباب الجبهة الشعبية بأوروبا، والذي افتتح في سويسرا في 3 من إبريل تحت شعار رحلة 20 عاما لبناء جيل شباب واع ومتفان وكفء. اختتم في أجواء من الحماس. وفي كلمته في حفل الختام الذي أقيم في 5 من إبريل، قال سفير إريتريا لدى إيطاليا ومنسق السفارات الإريترية في منطقة أوروبا سفير بطرس إن إريتريا تمتلك شبابا يصنعون التاريخ في كل مرحلة، مذكرا بضرورة العمل على تنميتهم. وأضاف إن تاريخ الشباب الإريتري هو تاريخ كفاح وإسهام وطني، مهنئا الشباب على اكتسابهم المعرفة والخبرة الكافية من السمينارات وعلى إتمام مؤتمرهم بنجاح. وشكر رئيس اللجنة الوطنية بسويسرا السيد محرتاب مالك أولياء الأمور الذين قدموا من مختلف المدن والبلدان لتشجيع أبنائهم وحث شباب الجبهة الشعبية في منطقة أوروبا على استخدام الدروس المستفادة من المؤتمر لتقوية منظماتهم والتأثير على أقرانهم. وفي ختام المؤتمر تم تقديم الجوائز للفائزين في المسابقات وتوزيع شهادات تقدير على الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر. وركز المؤتمر الذي استمر ل3 أيام على أسس الوطن والوطنية من المنظور الإريتري، وتجربة المنظمات الجماهيرية في بناء الوطن واستدامته، والواقع الاستراتيجي لإريتريا، ودور الشباب في التنمية والتصدي، ودور الشباب الإريتري في الداخل والخارج، وتمكين الأجيال القادمة، ودور الجاليات، ونضال الشعب الإريتري من أجل التحرير على مبدأ الاعتماد على الذات، والانتصارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أوراق بحثية ومحاضرات تناولت الدبلوماسية العامة. وفي محاضرته التي ألقاها عبر الفيديو من أسمرة، قال الكاتب والمؤرخ السيد ألم سجد تسفاي إن تاريخ إريتريا موثق وواضح وماثل ومدعوم بمراجع واقعية، وقد كانت هناك حركة سياسية لا تقبل المساس بوحدة إريتريا قبل بدء الكفاح من أجل التحرير، وعندما تجاهله العالم لم يكن أمامه سوى سبيل الكفاح المسلح، وقد أنجز ذلك بالنصر موثقا تاريخا لا مثيل له. وأكد على أهمية معرفة الشباب لتاريخهم وقيمهم وحمايتها على النحو الأمثل، وحث شباب إريتريا على تعزيز وعيهم وتنظيمهم ومعرفة تاريخهم والحفاظ عليه ونقله، وحثهم على مواجهة الحملات التي تستهدف تشويه التاريخ على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء قصص وروايات بدون مرجع أو دليل. وحضر المؤتمر الأكثر من 600 شاب وشابة وأعضاء تنظيم حدري من سويسرا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا والنرويج وفنلندا والسويد والدنمارك. أوضح المسؤول المؤقت لمكتب السجل العقاري في فرع وزارة الأراضي والمياه والبيئة بإقليم القاشبرك السيد سمير سئلة أهمية وفوائد التسجيل العقاري للعقارات غير المنقولة لسكان المديرية. وأوضح السيد سمير خلال ورشة العمل التي عقدت بتاريخ 2 من مايو أن جميع الأعمال المتعلقة بالسجل العقاري، سواء في مجالات الملكية أو الأراضي الزراعية أو المباني أو المواقع التراثية والدينية، تدار وفق القانون رقم 95 لسنة 1995 مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والإدارية. وأضاف أن جميع الوثائق المتعلقة بالممتلكات بما في ذلك الأراضي والمباني تحفظ وتسجل بدقة لضمان حقوق المواطنين،
ومنع أي تحركات غير قانونية للملكية، مضيفا أن المكتب يسعى لتقديم خدمات شاملة للمواطنين مع ضمان الشفافية والسرعة في معالجة المعاملات. بدوره أشار مدير مديرية تسنية السيد سيوم جبريسوس أن المديرية تركز على تمكين المواطنين من إدارة شؤونهم العقارية بكل سهولة وأمان بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لضمان حقوق الجميع. كما تم تنظيم برامج توعية للشعب حول استخدام السجل العقاري وأهمية التسجيل الرسمي لضمان حماية الممتلكات. وفي خبر ذات صلة، أجرى مسؤول وحدة البيئة بالمديرية سيد هبتوم جبرزغابيهير ندوة حول النظافة البيئية والسلامة العامة، موضحا أن النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والإلكترونية والطبية إذا لم تدار ويتم التخلص منها بشكل سليم قد تسبب تلوث التربة والمياه والهواء، ولها آثار سلبية على صحة المواطنين. تمت الدعوة إلى اهتمام بالغ من قبل إدارات الضواحي في الجهود التي تبذل لتعزيز القدرات الشاملة للشباب في ورشة العمل التي عقدت مع سكان مديرية رافولو في 5 إبريل. وكذا رئيس اتحاد الشباب والطلاب السيد صالح أحمد دين إن هدف ورشة العمل هو بناء جيل شاب ملتزم بالقيم يتمتع بالكفاءة الأكاديمية والتقنية ولديه شغف بالابتكار والبحث ويتبنى سلوكيات صحية إيجابية، مذكرا لجنة أصدقاء الشباب بضرورة العمل بالتنسيق مع مدراء المديريات والضواحي. وناقشت ورشة العمل أهمية العمل الجماعي والتحديات التي تواجه الشباب وأولوياتهم، وأهمية العمل الجماعي ومزاياه ومعنى الاستقلال والتضحيات التي تبذل في سبيله، ودور الشباب ومساهمتهم في تحقيق الاستقلال والحفاظ عليه وغيرها من مواضيع. وقدم المشاركون آراء تدعو إلى تنظيم ورشة العمل بشكل منظم في جميع المديريات نظرا لأهميتها، وتعزيز الجوائز لتشجيع الطلاب المتفوقين ورفع مستواها، وتوزيع منشورات توعية بالقيم في المدارس، وإلى اهتمام كبير لدور لجنة أصدقاء الشباب. وقد وعد رئيس لجنة أصدقاء الشباب في مديرية رافولو السيد دانيال يوهنس بالعمل بتنسيق تام لتنفيذ الخطط وتحسين تحصيل الطلاب الشباب. وقالت مديرة مديرية رافولو السيدة لؤول أسرات إن قضية الشباب هي المهمة الرئيسية للمجتمع، ودعت الإدارات إلى إلائها الأولوية. عقد فرع جمعية المعلمين الإريترية بإقليم شمال البحر الأحمر ندوة للمعلمين العاملين في مديرية أفعبت، وركزت الندوة على أهداف الجمعية ورسالتها ونظامها الأساسي وواجبات وحقوق أعضائها. وتشمل الأنشطة الرئيسية للجمعية تعزيز وحدة المعلمين من خلال تنظيمهم والعمل مع الشركاء لتطوير مهاراتهم وضمان حقوقهم القانونية. واقترح المشاركون أن تتيح الجمعية فرصا للحصول على قروض لأعضائها، وأن توسع نطاق التدريبات لتعزيز كفاءتهم المهنية، وأن تقدم لهم الدعم اللازم لتطويرهم. دعا مسؤول مكتب الصيدلة في الإقليم الجنوبي الصيدلي صقهي عند برهان للحذر في الاستخدام غير المنضبط لأدوية الربو، مؤكدا أن الالتزام بتعليمات الطبيب والجرعات المحددة هو الأساس في السيطرة على المرض ومنع المضاعفات. وأوضح الصيدلي صقهي عند برهان أن متابعة المرضى لحالتهم الصحية والتقيد بالأدوية الوقائية والاستنشاقية يساهم في تحسين نوعية حياتهم ويقلل من فرص حدوث نوبات الربو الحادة. كما شدد على ضرورة مراجعة المختصين قبل أي تعديل على خطة العلاج لتجنب أي تأثيرات جانبية قد تهدد الصحة العامة. وأشار التقرير إلى أن الربو يصيب فئات عمرية مختلفة حول العالم ويشكل تحديا صحيا كبيرا، حيث يعاني منه ملايين الأشخاص، مما يستدعي تكثيف برامج التوعية حول المرض وطرق الوقاية منه، خاصة في البيئات التي تزيد فيها عوامل التحسس مثل الغبار والدخان والتلوث الهوائي. وأكد المكتب أن الالتزام بالنصائح الطبية ومتابعة الصيادلة والأطباء المختصين هو العامل الأهم لضمان السيطرة على مرض الربو وتحسين الحالة الصحية للمجتمع. ويعد الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في العالم، حيث يصاب به ما بين 1 و18% من سكان العالم، أي ما يعادل
400 مليون شخص. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. في اليوم 38 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل القصف المتبادل بين أطراف الصراع وسط حديث عن مساع حثيثة لوقف مؤقت لإطلاق النار قد يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. وقد شنت إيران دفعات صاروخية طالت مدنا ومواقع إسرائيلية عديدة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رؤوس متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعا وسط إسرائيل إثر الهجوم، شملت سقوط رأس متفجر على مبنى في مدينة تل أبيب. وفي إيران قال التلفزيون الإيراني أن هجوما أمريكيا إسرائيليا استهدف جامعة شريف للتكنولوجيا غربي العاصمة طهران. ضمن هجمات سقط في إحداها حسب مسؤول محلي 13 قتيلا في بهارستان بطهران. وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن واشنطن وطهران ووسطاء إقليميين يبحثون وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما قد يفضي لإنهاء دائم للحرب. ووفقا للمصادر فإن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي بين طهران وواشنطن خلال 48 ساعة المقبلة ضئيلة، لكنها الفرصة الوحيدة لمنع تصعيد خطير في الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف واسع لمحطات الكهرباء والجسور في إيران إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، مؤكدا أن ما تخطط له الولايات المتحدة لن يكون له مثيل إذا استمرت إيران في إغلاق المضيق. قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها المعروفة باسم أوبك بلاس زيادة إنتاج النفط بواقع 206 آلاف برميل يوميا في مايو، حسب ما أفاد بيان صادر عن المنظمة. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع افتراضي حضرته كل من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، حيث تم استعراض ظروف السوق العالمية وتوقعاتها المستقبلية. وفي ظل الصراع العسكري الدائر في منطقة الشرق الأوسط، شددت الدول الثمان الأعضاء في أوبك بلاس على الأهمية البالغة لحماية طرق الملاحة البحرية الدولية من أجل ضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. كما أعربت الدول الثمان عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة التي أضرت بتوافر الإمدادات بشكل عام، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها أمر مكلف ويستغرق وقتا طويلا. التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى العاصمة دمشق في أول زيارة رسمية له إلى البلاد. وأوضحت الرئاسة السورية إنه جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، حيث أكد الجانبان أهمية ضمان أمن خطوط الإمداد الغذائي، بما يسهم في تعزيز استقراره في ظل التوترات الدولية وفق المصدر نفسه. كما شارك في اللقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية تخص الأطراف الثلاثة بحسب مصادر في الخارجية التركية. تجمع عدد كبير من المواطنين اليابانيين في طوكيو للتعبير عن احتجاجهم على محاولة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي تعديل دستور البلاد السلمي. وجاءت هذه التحركات بعد أن جددت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي التزامها بالعمل على تعديل الدستور، لا سيما المادة 9، عقب فوز حزبها بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت منتصف فبراير الماضي، وهو ما أثار مخاوف واسعة في أوساط المجتمع الياباني. وشدد مشاركون في التظاهرة على ضرورة التمسك بالتعهد التاريخي بعدم تكرار مآسي الحروب، مؤكدين رفضهم لأي تعديل للدستور الياباني، وأن تصريحات رئيسة الوزراء وإجراءاتها تشكل مصدر قلق كبير، مؤكدين أن امتلاك القوة العسكرية باسم الحفاظ على السلام فكرة متناقضة. ختاما لهذه النشرة سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين.
اختتام المؤتمر السنوي العشرون لشباب الجبهة الشعبية بأوروبا في أجواء حماسية. مديرية تسني تؤكد على التزامها بالسجل العقاري وحماية الملكية. دعوة للتأسيس لجهود تعزيز القدرات الشاملة للشباب من إدارات الضواحي. قصف إيراني مكثف لإسرائيل في ظل مفاوضات الفرصة الأخيرة. تحالف أوبك بلاس يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال مايو. وزيلينسكي في سوريا لأول مرة لتعزيز التعاون والأمن الغذائي. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.